السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي هاتي الحلة بتاعتك وتعالي نعمل حاجة بتجيبوها بسعر غالي قوي، وهقولك رأيي فيها بصراحة، واذا كانت بتاعت بره احلى ولا بتاعت البيت احلى. انا عامة هنا ضربت كيلو طماطم زي ما انتوا شايفين كده، وما حطيتلوش مية كتير وانا بضربه، وصفيته طبعا بالمصفى بتاعتي، بس مصفتي ما صفيتهوش قوي عشان كانت خرامها واسعة شوية. وهنا بقى بعد ما مية الطماطم راحت خالص وابتدت تبقى تتسبك معايا كده شوية زي ما انتوا شايفين، هعمل ايه؟ هنزل بشوية بس كده بسيطة من البهارات، معلقة من البابريكا، معلقة من الثوم البودر، معلقة من البصل البودر، معلقة من الملح، وكمان نص كوباية من السكر. اظن كده انتوا عرفتوا احنا هنعمل ايه. هنعمل مع بعض الكاتشب البيتي. هنا بتفرق من الكاتشب بتاع المصانع للكاتشب البيتي. بصوا يا جماعة، انا هقول لكم في اخر الفيديو رأيي بصراحة، واذا كان فعلا هو زي بتاع المصانع ولا لا. تمام. قلبنا كل الكلام ده كده مع بعضه. هنعمل ايه؟ هنحط بقى نص كوباية من السكر، وانا استخدمت كوباية صغيرة، ما استخدمتش كوباية كبيرة، وهنقلب كل الكلام ده مع بعض كويس. وهنا بقى كده هننزل بربع كوباية من الخل، ويبتدي ان احنا نقلبها تقليبة، وفاضل خطوة واحدة وشكرا على كده. وهنا بقى دوبت معلقة صغيرة قوي من النشا في شوية مية صغيرين كده ونزلتهم عليه، ودي كانت اخر خطوة. وهنسيبه ياخد غلوية واحدة كده ونطفي عليه على طول. وهنا بقى كده في اي برطمان عندنا ازاز وهنبتدي نعبيه، او في العلب بتاعة الكاتشب ونبتدي نعبيه. ودلوقتي بقى هانت اللحظة ان انا اقول لكم ان هو فعلا شبه الكاتشب بتاع بره ولا لا. وللأمانة والمصداقية هو كاتشب، لكن مش زي بتاع هاينز خالص، علشان ما بقاش بضحك عليكم. هو طعمه زي طعم الكاتشب اللي هو العادي، اللي أقل من هاينز في التصنيع، أو أقل منه في الصنع يعني. تمام. بس هو كاتشب وخلاص، أنا مش هكذب عليكم، لكن طعمه مش زي بتاع هاينز.